يا عم اصبر بقى. المرة اللي فاتت رجع وخلى شكلنا وحش. الله اعلم المرة دي ممكن يرجع ولا لا. احنا نقول الخبر وخلاص ورزقنا على الله. المدير الفني لنادي الزمالك مستر أوسوريو يعطي اللاعبين 48 ساعة راحة سلبية ويسافر إلى لندن لقضاء أجازته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أهلاوي فندي. في البداية يا جماعة لو سمحتم دعما لأخوكم ما تنسوناش اللايك الشير، ولو حضرتك جديد معانا نتشرف بوجود حضرتك معانا وتشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. وزي ما احنا متعودين بنبدا اخبارنا باخبار النادي الاهلي. ان شاء الله بامر الله النادي الاهلي هيبدا تدريباته بكره الحد ان شاء الله بامر الله 15/10. كان المفروض ان النادي الاهلي يعود للتدريبات النهارده اللي هو السبت بعد 5 ايام راحه سلبيه مستر كولر كان اداها للاعبين. لكن مستر كولر قرر ان هو يمد الاجازه كمان يوم، يعني يبقوا 6 ايام على ان تكون العوده ان شاء الله بامر الله بكره الاحد. جميع اللاعبين المحترفين كل واحد رجع النهارده من بلده بعد ما قضى الاجازه مع اسرته. اللعيبه يا جماعه في حاله نفسيه عاليه جدا. اللعيبه كلها متحفزه للكام يوم اللي جايين للتدريبات علشان كله يظهر قدام كولر بالمستوى المطلوب، علشان كله عايز يثبت حضور في اول لقاء للنادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي الجديد. طبعا اول لقاء ان شاء الله بامر الله زي ما احنا عارفين هيكون يوم الجمعه القادم يوم 20/10 مع سيمبا التنزاني في دار السلام، والعودة هتكون بعدها ب4 ايام 24 في القاهرة. مستر كولر طبعا تحفظا علشان علي معلول بالذات، لان احنا عارفين ان طبعا عندنا علي معلول اليو ديانج موجود اولا مع فرقته مع منتخبه، بيرسي تاو ما سافرش، علي معلول مع تونس. علي معلول يا جماعة هيرجع للنادي الاهلي في تنزانيا يوم 18 بالليل او يوم 19 فجرا. علي معلول هيلعب يوم 17 في اليابان مع تونس. بتوقيت القاهرة هيكون الساعة 2 الظهر. هيخلص الماتش يطلع يركب طيارة على طول يطلع على تنزانيا. طبعا احنا عارفين اليابان فين وتنزانيا فين، رحلة شاقة جدا 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 مع لعب مباراة مع مجهود تدريبات مع منتخبه مع طبعا اي لعيب زي ما قلنا قبل كده بيكون محترف بيحاول ان هو لما يلعب مع منتخبه بيبقى بيحاول ان هو يكون فورمه، بيحاول ان هو يكون قدام المدير الفني بتاع منتخبه في فورمه عاليه، عشان هو دايما انتوا عارفين ان دايما الهدف في المشاركه في المنتخبات بيبقى هدف كبير جوه اي لعيب. فطبعا في احتمال كبير ان علي معلول يجي ربنا يستر يجي مهدود، فلذلك مستر كولر تحفظا لإجهاد علي معلول طلب من الجهاز المعاون تجهيز كريم الدبيس على أعلى مستوى وبأسرع ما يمكن، بحيث ان لا قدر الله حصل في الامور يبقى كريم الدبيس موجود. هو كريم حلو وأدى مباراتين قبل كده يعني على أعلى مستوى، فإن شاء الله بأمر الله نتمنى الخير والسلامة لعلي معلول، ونتمنى التوفيق برضو لكريم الدبيس لو أدى مكان علي معلول. إمام عاشور بكرة إن شاء الله بأمر الله المرحلة النهائية التأهيلية، المرحلة النهائية الطبية التأهيلية. احنا عارفين طبعا ان إمام عاشور أصيب في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري المصري، بس الحمد لله والشكر لله. احنا طبعا كنا متخوفين أول يومين من الإصابة ولا قدر الله يحصل كذا أو يحصل كذا. بفضل الله الإصابة جت سليمة والحمد لله. الورم بتاع قدم إمام عاشور الورم اختفى تماما. إمام عاشور بقاله دلوقتي حوالي 3 أو 4 أيام في حالة كويسة جدا. زي ما بنقول إن بكرة إن شاء الله بأمر الله الأحد هيكون المرحلة النهائية التأهيلية، علشان إن شاء الله بأمر الله ممكن بكرة أو بالكتير هيكون يوم الاثنين في التدريبات الجماعية. وده خبر حلو قوي لكل الأهلاوية، علشان خلاص إمام عاشور النهاردة أصبح معشوق الجماهير الأهلاوية
وده ان كان لسبب فهو لان امام عاشور بيؤدي بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب من كل عين، على اعلى مستوى. فان شاء الله بامر الله احتماليه لحاق امام عاشور بالمباراه الاولى مع سيمبا ان شاء الله، يعني الموضوع زاد قوي او النسبه زادت قوي، ممكن توصل لنسبه 90%. يعني حتى فرضا لو ما شاركش من البدايه كاساسي، ممكن يكون في احتماليه ان هو ايه ان هو يكون احتياطي تمام، ويدفع بيه في الشوط الثاني او كده. بس ان شاء الله بامر الله يكون اساسي، لان امام عاشور خلاص هو حاجز لنفسه مكان واصبح باسمه. فان شاء الله بامر الله امام عاشور هيكون اساسي في مباراه سيمبا. كولر لسه مش راضي عن الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي، والمقصود بالناحيه الهجوميه مش الخط الامامي، لا هو الوينجين. هو راضي دلوقتي عن المجموعه اللي موجوده في الوينجين، سواء على اليمين بيرسيتاو، سواء على الشمال حسين الشحات، رضا سليم. لا الموضوع كويس تمام. لكن لما بنتكلم عن الهجوم، هو بنتكلم عن الاسترايكر، المهاجم الصريح. مستر كولر بيقول انا محتاج مهاجم تاني صريح. ماشي، انت هتقول لي يا عم ما انتوا وجعتوا دماغنا لحد ما جبتوا موديست ومش عارف ايه. ماشي، هو مستر كولر اولا مش ناوي، يعني هو عايز يعتمد على اتنين، مش ناوي ان هو يعتمد على واحد بس. طب فرضا لا قدر الله ان المهاجم ده حصل له اصابه، هو النهارده مش في يومه، واخد انذار يا اخي، او واخد حاجه تمنعه طرد مثلا، فمطلوب ان انت يكون عندك اتنين مهاجمين. وكولر خطته دايما بتعتمد او مبنيه على وجود مهاجم صريح. طيب كولر لما اتكلم قال انا صلاح محسن لما وافقت على رجوعه للنادي الاهلي وافقت لان ما كانش عندي اختيارات ساعتها، ما كانش فيه قدامي الاختيارات. طيب يا عم انت جبت موديست، طب هو كولر مصمم لحد دلوقتي ان هو اصبروا يا جماعه على موديست. حاضر احنا هنصبر معاك، بس يا ريت الموضوع ما يطولش. وزي ما قلنا هو حتى لو موديست اصبح تمام وفت ومية مية، كولر برضه محتاج مهاجم زي ما قلنا جنب موديست علشان عمليه الروتيشن والتبديل اللي كولر بيعتمد عليها. طيب كولر رايه ايه؟ كولر عايز مهاجم افريقي شاب، وخاصه ان هو يكون تحت السن كمان، يبدا مع النادي الاهلي والاهلي من الاخر كده يربيه عنده. اولا هيكون فيها ميزه ان سعره مش هيكون غالي. تاني حاجه يبدا من وهو صغير في النادي الاهلي، يكبر في النادي الاهلي، يشرب طباع النادي الاهلي، يتاقلم مع اللاعبين من وهو صغير تمام. احنا مش صغير، ده مش عايزين واحد عنده 17 18 سنه يعني، بس هو كولر بيتكلم 20 21 22 تمام. هو ده دماغه. اتعرض عليه اكتر من حد داخل مصر وهو رافض، سواء ان هو مصري او افريقي داخل مصر محلي يعني، هو رافض. قال انا ممكن اوافق على مصري لكن يكون بيلعب في اوروبا. الطلب ده فيه تعلبه يا كولر، انت بترمي على مين يا كولر؟ هو مين مصري بيلعب في اوروبا مهاجم صريح؟ انا عن نفسي عينيا مش شايفه غير واحد، اللي هو من الاخر مصطفى محمد. وما اعتقدش ان مصطفى محمد بعد اللي هو واصل له دلوقتي عنده استعداد ان هو يرجع مصر، حتى لو في النادي الاهلي اعظم فريق في الشرق الاوسط، ومحدش يعترض معايا على الكلام ده، ببطولاته وبتاريخه وبكل حاجه اعظم فريق. بس مصطفى محمد ما عندوش استعداد ان هو يرجع دلوقتي حتى لو للنادي الاهلي. فانا مش عارف كولر ممكن يكون بيرمي على ايه، جايز يكون هو شايف حد تاني او الله اعلم. يمكن النادي الاهلي يوفر له مهاجم شاب زي ما هو عايز افريقي، او يمكن نرجع تاني زي ما اتفقنا قبل كده بس قفلنا الحوار ده من ساعتها، سوزا. واحنا عارفين ان سوزا هيكون في شهر 12 فري، يمكن يكون ساعتها هو الحل بالنسبة لمستر كولر. الله اعلم. احنا ندعي من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق للنادي الاهلي، وبامر الله بامر الله الموضوع هيكون خير. هنتكلم سريعا عن بعض اخبار لنادي الزمالك. هبداها باجازه غريبه جدا مستر اوسوريو اداها للاعبين 48 ساعه.
وهوب راح هو طالع قال لك انا هاخد الاجازه بتاعتي دي اجازه سريعه كده يومين في لندن في انجلترا. اجازه غريبه واجازه مريبه. وبعدين تعالى هنتكلم في موضوع. انت اولا يعني ما عملتش المعسكر اللائق بفرقتك قبل الدوري. تاني حاجه بدايات فرقتك متعثره جدا في الدوري. تالت حاجه الفرقه عندك فيها مشاكل كتير، مشاكل فنيه ومشاكل اداريه، يعني في امور كتير جدا. ايه الهدف من الاجازه اللي انت خدتها دي؟ انا مش عارف والله يا جماعه، انا بتكلم بجد، انا مش بتريق ولا بحفل ولا بعمل اي حاجه، انا بتكلم بجد. قبل كده لما مستر اوسوريو سافر اسبانيا لو تفتكروا وقال لك ده انا رايح ادي محاضرات في لمديرين فنيين وحاجات كده، انا ساعتها قلت الله اعلم هو راجع ولا لا. وكان كلامي ساعتها لما انا سمعت او يعني يا رب انا قلتها الاول وبعد كده قعدت سمعتها من الكابتن احمد شوبير في اون سبورت، سمعته برضو بيتكلم في نفس الموضوع، فقلت لا انا هطلع في حلقتنا في اهلاوي فندي هقول ده كان حاجه جوايا. بس لما سمعت يعني من شوبير الكلام ده طلعت يومها في الحلقه وقلت بس النهارده الموضوع غريب جدا فعلا. اجازه يومين ايه اللي انت بتديها للاعبين دلوقتي؟ حتى لو الدوري واقف والدنيا واقفه، ده فرصه، ده فرصه ليك ان انت تقعد تعدل من اوراقك تاني وتظبط دنيتك تاني. مش عارف، هي تصرف غريب يعني. يا خبر بفلوس يعني النهارده بفلوس ولا بكره يبقى ببلاش ولا مش عارف بيقولوها ايه. تمام، هي الله اعلم كلها بالظبط اقل من 48 ساعه، لان اجازتهم بدات النهارده السبت، فاضل لها الحد المفروض ان هو الاثنين عندهم تمرين، فنقول مثلا بنتكلم في 30 ساعه 36 ساعه والموضوع يرجع تاني. الخبر اللي جامد قوي بقى ويعني مخليني برضو موسيماني بدأ اسمه يظهر تاني. حلوة والله، موسيماني بدأ اسمه يظهر تاني، جميلة. عايزك كابتن مدحت شلبي دي طيب، موسيماني اسمه بدأ فعلا يظهر في دخول الدوري المصري، لكن عن طريق بوابة نادي الزمالك. في كلام دلوقتي في الإعلام بيتكلم ان في بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك هم اللي بيسربوا الاخبار ان بدأ يبقى في حديث مع او كلام مع مستر موسيماني ان هو يرجع يدرب نادي الزمالك. احنا عارفين ان موسيماني دلوقتي في الوحدة الاماراتي، وموسيماني على فكرة يا جماعة يعني نفسه ومنى عينه ان هو يرجع الدوري المصري تاني. الله اعلم بقى علشان يثبت نفسه تاني للنادي الاهلي، الله اعلم علشان هو حب الدوري المصري، الله اعلم علشان هو شايف ان الدوري المصري اذا كان فيه بره فلوس فهنا فيه روح وحياة وكورة، الله اعلم. تمام، لكن برضو زي ما قلنا يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش، ده برضو خبر من اللي هو ايه، النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش، هنشوف. وخاصة ان المصدر اللي اتكلم في موضوع موسيماني قال ان الناس اللي بتدور على موسيماني اجلت الكلام لحين قدوم رئيس لنادي الزمالك بعد الانتخابات. فخلاص احنا النهارده بنتكلم في 14/10، يعني قدامنا 6 ايام ويظهر المجلس المنتخب الجديد لنادي الزمالك. بعدها امور كتيره جدا هتتفتح. موسيماني، هل اوسوريو قاعد ولا لا؟ امر زي موضوع فتوح. امبارح قاعد بتفرج على الكابتن ابراهيم فايق او استاذ ابراهيم فايق، فلقيته بيفتح موضوع فتوح تاني وقال يا جماعه الكلام اللي انا هقوله لكم ده على عهدتي. فالكلام اللي انا هقوله دلوقتي يا جماعه على عهده الاستاذ ابراهيم فايق. احمد فتوح طلب من الزمالك طلب نهائي 150 مليون جنيه في 3 سنين، يحصل عليهم بالطريقه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. 60 منحه تعاقد، 60 مليون بسم الله الرحمن الرحيم كده، هتجر القلم تمضي على العقد تاخد الشيك ب 60 مليون جنيه. بعد كده ال3 سنين كل سنه ب 30 مليون، يبقى المجموع 150 مليون. فطبعا يعني نادي الزمالك اللي بيتفاوض مع احمد فتوح دلوقتي او المسؤول عن التفاوض دلوقتي هي اللجنه الثلاثيه.
فقالوا له طيب احنا هنوقف الموضوع دلوقتي 5-6 ايام لحين وصول مجلس الاداره المنتخب، وبعد كده هنتكلم فيها. الموضوع صدقوني صعب، صدقوني صعب على نادي الزمالك. 150 مليون هم مبلغ مش المفروض ان هو ما يكونش كبير على نادي الزمالك. نادي الزمالك فريق كبير تمام، لكن في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي يعني 150 ألف جنيه كتير، مش 150 مليون. فالله أعلم الموضوع هيكون إزاي. نتمنى يا رب المصلحة والخير لكل الفرق، بس في النهاية الأهلي فوق الجميع. خلصت حلقتنا النهاردة وخلصت أخبارنا النهاردة. إن شاء الله بأمر الله هتقابل معاكم بكرة، علشان بكرة عندنا حلقة جامدة جدا، هي قبل مباراة مصر والجزائر. وما أدراك ما مصر والجزائر، كلنا عارفين التاريخ من زمان، من أيام الأخضر بلومي والخطيب، فاكرين طبعا الحوار بتاع زمان، اللي بعد كده لأم درمان وكاس العالم. فيعني إن شاء الله بأمر الله بكرة هيكون عندنا حلقة جامدة جدا علشان استعدادات منتخب مصر للقاء الجزائر يوم الاثنين ان شاء الله، المباراة الودية اللي هتقام في الامارات. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم. يا رب يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبت حضراتكم، علشان ما تحرموناش من اللايك والشير. اوعى تنسى بسرعة قبل ما امشي لو سمحت، بص تحت الفيديو على اليمين هتلاقي اللايك، اعمل لايك، هتلاقي الشير، انشر الحلقة على قد ما تقدر دعما لاخوك ودعما للجهاز بتاعي كله. تمام، فبشكركم جدا، اشوفكم على الف خير، تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامن عماد متعب مرتدة تصوير، جول 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 جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة علي محلول يوزع، جول جول اهلاوي.